كرة القدم لا ترحم، وذاكرة الجماهير لا تنسى أبداً. هناك لاعبون خلدوا أسماءهم بالألقاب والتتويج، وهناك أسماء أخرى خلدت بالجلطات الكروية والأخطاء التي لا تغتفر. اليوم سنفتح الصندوق المغلق لنستعرض أسوأ لحظات مرت على خطة وتاريخ المنتخب الوطني. استعدوا، فالقادم مؤلم ومضحك في آن واحد. رامي الزروقي، لغز خط الوسط البطيء. نبدأ القائمة مع اللاعب الذي حير الجماهير والمحللين على حد سواء. رامي الزروقي دخل المنتخب بصفته ضابط الإيقاع والقادر على ضبط خط المنتصف، لكن الواقع فوق أرضية الميدان كان مختلفا تماما. بطء شديد في افتكاك الكرة وتدويرها، وغياب تام عن تقديم أي تمريرة حاسمة تكسر خطوط المنافس، بل إن أخطاءه في التمرير المباشر للمهاجمين المنافسين كادت أن تكلف الفريق الكثير في مباريات مصيرية. لاعب تشعر وأنه يستهلك الوقت دون تقديم أي إضافة دفاعية أو هجومية، ليتحول تواجده في التشكيلة الأساسية إلى عبء تكتيكي يثير قلق المشجعين في كل موعد قاري. ثانياً، عبد القادر غزال، مهاجم الفرص الضائعة وأسرع طرد. المهاجم الذي يمتلك كل مقومات رأس الحربة من بنية جسدية وقوة بدنية، لكنه يفتقد لأهم شيء: وضع الكرة داخل الشباك. اشتهر عبد القادر غزال بإهدار أسهل الانفرادات أمام المرمى بطرق غريبة وغير مفهومة، ورغم ذلك نال ثقة المشاركة في أكبر محفل عالمي، مونديال جنوب إفريقيا 2010. وهناك بدلاً من تسجيل الأهداف، دخل التاريخ من الباب الخلفي بأسرع بطاقة حمراء للاعب بديل، حيث دخل إلى أرضية الميدان ليحصل على إنذارين سريعين، أحدهما بسبب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بغرابة شديدة، تاركاً المنتخب يقاتل ب10 لاعبين. ثالثاً، حسين بن عيادة، خطأ الدقيقة الأخيرة، القاتل عندما كسر التسلل الشهير في المباراة الفاصلة ضد الكاميرون المؤهلة لكأس العالم. ولا ننسى روحه القتالية في بعض المناسبات الأخرى ككأس العرب، المدافع الذي تحول في لحظة واحدة من بطل إلى المتهم الأول في ضياع حلم أمة كاملة، رغم الروح القتالية التي أظهرها في بعض المناسبات كبطولة كأس العرب، إلا أن اسمه ارتبط بأكثر لقطة مؤلمة في الذاكرة الحديثة. في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر ضد الكاميرون، وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت الإضافي، ارتكب ابن عيادة خطأ تكتيكيا فادحا بعدم كسره لمصيدة التسلل. تمركز خاطئ في ثوان معدودة فتحوا الطريق للمهاجم الكاميروني لتسجيل هدف الإقصاء القاتل، ليسجل هذا الخطأ كأحد أكثر الكوابيس الدفاعية قسوة. رابعاً، فوزي شاوشي، موهبة استثنائية وعقلية خارجة عن السيطرة، حارس لا يمكن لأحد أن ينكر موهبته وتصدياته الخرافية في المواعيد الكبرى، خاصة ملحمة أم درمان الشهيرة. لكن المشكلة لم تكن أبدا في يديه، بل في طريقة تفكيره وانفعالاته. فوزي شاوشي كان قنبلة موقوتة داخل الميدان، استفزازات متكررة للخصوم مثل لقطته الشهيرة أمام ديديه دروغبا، ومناوشات مستمرة مع الحكام انتهت ببطاقات حمراء مجانية كلفت المنتخب كثيرا في بطولات إفريقية كبرى. حارس كان بإمكانه الذهاب بعيدا في سماء العالمية لولا المزاجية المفرطة التي جعلت الاعتماد عليه في المواعيد الحساسة مجازفة محفوفة بالمخاطر. خامسا، لوكا زيدان، ثقل الاسم وغياب الفاعلية، اللاعب الذي حظي باهتمام إعلامي واسع وتغطية استثنائية لسبب رئيسي واحد: كونه ابن الأسطورة زين الدين زيدان. لكن على المستطيل الأخضر لم تكن الجينات كافية لصناعة حارس مرمى من الطراز الرفيع. ارتبطت مسيرته بأهداف ساذجة دخلت شباكه وتصديات عكسية غير مبررة، فضلا عن ارتباكه الواضح في التعامل مع التسديدات البعيدة والكرات العرضية. تجربة أثبتت أن الشهرة والاسم الرنان لا يصنعان حارسا قادرا على حماية عرين منتخب يطمح للألقاب. سادسا، حبيب العيد، المدافع الذي حضر المونديال بصفة سائح أحد أكثر المدافعين إثارة للجدل في قائمة المنتخب الوطني قبل مونديال جنوب إفريقيا. تم استدعاؤه كصمام أمان قادم من الملاعب الأوروبية، لكن في أول ظهور أساسي له في ودية إيرلندا انهار الخط الخلفي وتسبب في فوضى دفاعية عارمة انتهت بخسارة قاسية بثلاثية نظيفة. تلك المباراة كانت كافية ليقرر الطاقم الفني وضعه في دكة البدلاء طوال المونديال.
سافر بلعيد إلى جنوب إفريقيا، تدرب، التقط الصور التذكارية، وعاد دون أن يلمس الكرة لدقيقة واحدة في أي مباراة رسمية، ليبقى المدافع الذي لم ير منه الجمهور سوى قميصه من على مقاعد البدلاء. سابعاً، سليم بوخنشوش، التحضير البطيء وموضة خط الوسط، اللاعب الذي طفى على السطح خلال حقبة المدرب رابح ماجر، والذي حاول تقديمه للجماهير على أنه محور ارتكاز بمواصفات عالمية، لكن الأداء الميداني كان يصيب المتابعين بالإحباط. تميز أسلوب بوخنشوش بالبطء الشديد في بناء الهجمة والتمرير المستمر إلى الخلف، وتفضيل السلامة على حساب أي مخاطرة هجومية، ركض مستمر في الدائرة دون استرجاع حقيقي للكرات أو خلق أي تمريرات كاسرة للخطوط، ما جعل وسط الميدان يعاني من ثقل واضح أفقد الفريق سرعته وهويته التكتيكية. ثامناً، سمير زاوي، الدفاع بأسلوب التدخلات العنيفة المدافع الذي لم يكن يعترف بالحلول الدبلوماسية فوق العشب الأخضر. سمير زاوي كان يؤمن بمبدأ بسيط: الكرة يمكن أن تمر، لكن المهاجم مستحيل أن يمر معها. تميزت مسيرته بالتدخلات العنيفة والاندفاع البدني المبالغ فيه، وهو ما ظهر جلياً في مباراة نصف النهائي كأس إفريقيا 2010، حيث نال بطاقة حمراء مجانية بعد تدخلات انفعالية غير مبررة. أضف إلى ذلك تصريحاته المرحة وسلوكه العفوي، ليصبح في نظر الجماهير رمزاً للدفاع القائم على الاندفاع المطلق وغياب الحسابات التكتيكية. تاسعاً، سليم عراش، السرعة الفائقة والعرضيات الضائعة، اللاعب الذي لقب بخوليو المنتخب لاهتمامه الكبير بمظهره وتسريحة شعره داخل أرضية الملعب. كان عراش يمتلك مهارة فردية وسرعة انطلاق خارقة على الأروقة الجانبية، يركض، يراوغ المدافع الأول والثاني ببراعة، وعندما يصل إلى اللحظة الحاسمة لإرسال التوزيعة إلى داخل منطقة الجزاء يرسل الكرة خارج حدود الملعب أو في مدرجات الجماهير. سرعة جنونية ومجهود بدني كبير، كان ينتهي دائما بلا فاعلية هجومية أو ترجمة فعلية للأهداف. هذه كانت قائمتنا لأسماء تركت بصمتها بطرق غير تقليدية في ذاكرة الجماهير، منهم من عانى من سوء التوفيق، ومنهم من قادته القرارات الفردية الساذجة ليكون في صدارة القوائم السوداء. من بين هذه الأسماء التسعة، من هو اللاعب الذي ترى أن خطأه كان الأثقل والأكثر تأثيراً على مسيرة المنتخب؟ شاركونا آراءكم. هدف عالمي تشاهدونه على قناتكم كتاب المستديرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة